صباح الخير متابعين الحلوين، شلونكم؟ اتمنى من الله تكونوا باحسن حال. اليوم راح اسوي وياكم فيديو تحدي بلون الاخضر، يعني راح اكل لون كله اخضر، عصائر، اكل، فطور، عشاء، سناك، كله لون اخضر. طبعا روتين يومي اول ما اقعد الصبح افتح البردات حتى تفوت شمس، طاقة ايجابية للغرفة، احس براحة نفسية. طبعا نعزل الفرشة ونعطرها حتى نحس براحة نفسية. ننسى اكيد نفرش اسناننا ونغسل. طبعا بعد ما غسلنا راح ندلعنا في سنان، نتعطر ونبدل ونرطب ونخلي ميك اب خفيف. طبعا الترك سود مالتي هم اللون الاخضر. هنا هم حتى التحدي مالتي يكمل صبغت اللون الاخضر، بس مو اخضر اخضر لان ما لقيته. هنا راح اخلي من برا ما اصبغ انتظر يبس حتى اخلي من هذا اللماع، حتى صبغ الاظافر يكون بيه لمعة قوية كلش حلو. طبعا الشمعة هنا هم جبتها لون اخضر. فطورنا راح يكون بلون الأخضر، أفوكادو. طبعا أول مرة أني أتريق أفوكادو. راح أجرب هذا الفطور وأنطيكم رأيي. أخذت قطعة كلش صغيرة والباقي خليتها بالفريز، معليشي قطعتها بهذا الشكل شرائح كلش رقيقة بهذا الشكل. طبعا لونه واو. لونه فتشي أخضر. أنا بخيت رشة زبدة حتى أقلي الخبز التوست حتى يكون عندي مقرمش. طقيت بيضتين وراح أعزل الصفار عن البيض، وراح أضيف زعتر بياض البيض حتى يكون البيض عندي أخضر، حتى التحدي مالتنا ينجح. حتى البيض أخضر، كله أخضر اليوم، كله أخضر بنات متابعين الحلوين، اليوم كله أخضر. طبعا انا كلش احب المخلل، وسبحان الله مخلل اخضر. فضفت فوق البيض مخلل شوية حاد، يعني مو كثير، شوية زيتون. وهذا البيض راح اضيف البيض، وبعدين اصفط الافوكادو بهذا الشكل. راح اخلي هذا طبعا سر بهذا الفطور لذيذ، وهاي رشة الفلفل كلش طيب يطلع. انا راح اسوي شاي. شاي راح يكون مو اخضر، بس راح اضيف عليه نعناع حتى يصير لون الاخضر. يعني احنا نريد كله اخضر، احنا متفقين انه فطور غدا عشاء سناك كله اخضر، فخليت اخضر وفطورنا. وهنا فطورنا صار جاهز، كله اخضر مثل ما اتفقت وياكم بداية الفيديو، اكلنا كله اخضر. الشاي يعني متابعين الحلوين، الشاي كلش طيب، كلش. شاي سووه خفيف وخلوه ريحان، كثروا بالريحان. والافوكادو ويا البيض وخبز التوست المشوي، يا الله يا الله يا الله، جربوها وما راح تخسرون، كلش طيب. بعد ما خلصت فطور بديت أصلي أذكار ورد يومي بسيط أقرأ، يعني لو يومي 10 دقائق ربع ساعة، أنا وابني حتى هم يتعلم. طبعا الغدا يعني حاولت أنه أجيب أكل مطاعم، بس ما لقيت أكو شي لون أخضر حتى ينجح هذا التحدي. جاء على بالي بروكلي، هم بنفس الوقت صحي وهم المسكت، يعني أخضر أخضر ينجح ويا التحدي. متابعين الحلوين، البروكلي شلون تسوونه؟ تخلون مي حار، واول ما يبدي يغلي تطفونه، اول ما يبدي يغلي، يعني ما تخلوه يعني يغلي وايد. انا خليت له مي وخليته على النار اللي تشوفون انتم. هنا اول ما بدا غلى طفيته وعفته 10 دقائق، وبعدين شخلته، وورا ما شخلته من المي خليت له ملح ورشة فلفل أسود كلش قليل، يعني وإذا تحبون شوية رشة نوم حامض، يعني راح أسوي المقبلات، راح أسوي زمان قللت يعني. وضفت آخر شي جبنة وحبة البركة، وضفت زعتر أخضر فوق الجبنة حتى الجبنة تبين أخضر يعني. أنا البروكلي ضفت له فلفل أسود ورشة نوم حامض ورشة زبدة وملح شوية، خليته بالقلاية لمدة ربع ساعة. وهنا غدانا صار جاهز أنا وابني. طبعا ابني ما مصدق اليوم، يضحك على الغدا كله أخضر أخضر، يعني متعجب. تحدينا نجاح.
الفطور والغداء صار كله لون أخضر. بعد ما غدينا طبعا حان وقت الصلاة ولازم نروح صبغ الأظافير، الصلاة أهم من كل شيء. هنا سويت يعني سناك بسيط مع أذكار المساء. بما أنه اليوم تحدينا باللون الأخضر فحبيت أشارككم شلون شنو أستخدم ماسك للشعري. بالأسبوع أستخدمه مرة. ماسك الجل الصبار، طبعا هذا الجل الصبار يعني رهيب رهيب رهيب. يعني اللي شعرها ناشف وخشن تستخدمه راح تحس الفرق خلال يعني شهر. فأنا استخدمه بهاي الطريقة، يعني أقشره وأنظفه وأغسله وأخليه بالخلاط، وبعدين أخليه بعلبة لمدة هو 3 أيام يومين يبقى، يعني أكثر راح تذبوه حتى الوجه الجسم كل شيء. يعني أخليه قبل ما أفوت الحمام، أخليه بأطراف شعري، ما أخليه على الفروة، ما أخليه على الرأس، بس بأطراف شعري أخليه لمدة تقريبا 45 دقيقة، وبعدين أفوت أشطفه بس بالمي الدافئ. وأنا جبت عندي علبة، طبعا أي علبة متوفرة عندكم تقدرون تجيبوها مع شامبو مال أي شيء. غسلتها أني راح أضيف للصبار بها. طبعا هذا الماسك يعني رهيب، ينطي نعومة مو طبيعية، رهيب رهيب رهيب، يعني قد ما أوصفه رهيب عن تجربة والله جربت. تقدرون تخلون ويا الشامبو هم كمية قليلة، مو هواي، شيء قليل ينعم الشعر. إذا شعركم كان كلش خشن، أنا من نوع شعر الكار، يعني كارلي مكسر ودائما ناشف، فمن استخدمته والله حسيت الفرق. راح أشيل هاي اللزقة حتى يصير لونه أخضر، وصار اللون الأخضر حتى الماسك مالتي صار لون أخضر. والبس هاي العلاق لمدة تقريبا 45 دقيقة، وراح تشوفون الفرق خلال شهر. بعد ما تدوشنا وصبغنا، شوفوا حذائي أخضر، شنطتي أخضر، كله أخضر. بس راح نروح للمول. باي. أول ما طبعا من طبيت المول قمت أشوف أي شيء أخضر أخذه، جبس، عصير، كوفي، أي شيء. جينا على المرطبات، وهم اختاريت موضة خضرا كلش طيبة. طبعا رجعت البيت وقعدت سويت ورق عنب، بس دست كلش صغير، يعني سويت كمية كلش قليلة لأن زوجي ما يحب ورق العنب، بس أني وأنا صار لي هواي ما ماكله ورق عنب. وتذكرت اليوم عندنا تحدي لون أخضر فخلي أسوي. دورت بالمطاعم برجر يعني لون أخضر، ما لقيت لون الأسود، لون الأزرق، الماراني، الأحمر، الأصفر، الجوزي، بس الأخضر نو ما لقيت. فقلت خلي أرجع للبيت أسوي ورق عنب، بما أنه أنا أحب ورق العنب صار لي هواي ما ماكله. فقعدنا أنا وابني تغدينا ورق عنب. طبعا الورق عنب كان كلش طيب، على مو سويته هيك عسري صار كلش طيب. طبعا إذا حبيتوا هذا التحدي بلون الأخضر يوم كامل يوم ناكل أخضر، حبيتوا هاي الفكرة وحبيتوا هذا الفيديو، اكتبوا بالتعليقات أكثر تصويت اللون راح أختاره الفيديو الجاي إن شاء الله. أكثر لون حابين إنه أسوي فيديو الجاي تحدي بيهم يوم كامل أعيش مع هذا اللون، اكتبوا بالتعليقات. ولا تنسون لايك للفيديو واشتراك للقناة وتعليق حلو مثلكم يسعدني. طبعا هذا آخر سناك بتحدينا اليوم لون الأخضر. دمتم في رعاية الله جميعا المتابعين الحلوين. باي.